السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حصادكم لهذا الأسبوع، نبدأها بأهم ما جاء في الأسبوع. رسالة من الرئيس مسعود البارزاني بمناسبة يوم العمال العالمي. 10 مطالب للمتظاهرين لإيقاف الاحتجاجات في محافظة دير الزور. استشهاد أحد بيشمركة روج آفا في سد الموصل بإقليم كردستان. تحويل قرية في عفرين إلى مركز لتدريب المسلحين. وأخيرا اختطاف فتاة من قبل البادي في مدينة ديريك بكردستان سوريا. أهلا بكم مجددا. بعد أيام من اندلاع المظاهرات المناوئة في مناطق دير الزور، قدم المتظاهرون 10 مطالب لقصد لإيقاف احتجاجاتهم. بحسب المرصد السوري، إن المطالب تضمنت في إيقاف الحملة التعسفية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضدهم، وإطلاق سراح المعتقلين، وإخلاء سبيل النساء والأطفال من أبناء المنطقة المحتجزين في المخيمات، وعدم التعامل مع النظام، وإيقاف المعابر الخاصة بتهريب النفط، وتفعيل دور أبناء المنطقة القياديين في قصده، ومعاملة أهالي دير الزور في الحسكة والرقة بصورة حسنة، والسماح لهم بالدخول والخروج منها دون كفيل، وإلغاء التجنيد الإجباري والاكتفاء بالمتطوعين، وإلغاء دور الكوادر المتواجدين في المجلس المدني، وتفعيل دور رؤساء اللجان ورئيس المجلس المدني، وكذلك توفير المحروقات والكهرباء، وعدم التعرض للمتظاهرين، وإنهاء المشاكل التي نتجت من القيادة العسكرية مع المدنيين. استشهد أحد بيشمركة روش في سد الموصل بإقليم كردستان، وكان مصدر مطلع أفاد لموقع الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا بأن البيشمركة عبد المجيد حمي عبده فقد حياته في سد الموصل غرقا، وذلك أثناء محاولته إنقاذ ولديه في مياه السد، ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه في قرية سجوا كابارا التابعة لمحافظة الحسكة، ووري الثرى هناك. ناشدت الناشطة الكردية نوجين مصطفى التي تنحدر من مدينة كوباني بكردستان سوريا مجلس الأمن التركيز في عمله على متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في سوريا. وقالت مصطفى في كلمة لها في مجلس الأمن إن هذه الفئة في سوريا غير مرئية، وعلى منظمات الإغاثة جمع المعلومات المتعلقة بهم في ظل غياب هذه المعلومات عن التقارير التي تصدر عن الوضع الإنساني في سوريا. أقدم مسلحو سلطان شاه المعروفة بالعمشات على فتح مركز لتدريب مسلحيه في وسط قرية قرمطلق التابعة لناحية الشيعة بعفرين بكردستان سوريا. ونشرت العمشات مقطعا مصورا على منصات التواصل الاجتماعي لتدريب المسلحين في القرية ذاتها. وأكد مصدر خاص أن فتح مركز للتدريب وسط القرية وبين المدنيين أثار غضب الأهالي بسبب الإزعاجات التي تسببها تلك التدريبات من حرق لإطارات السيارات، وإصدار أصوات مزعجة، وإطلاق للرصاص بين الفترة والأخرى. رحل الشخصية الوطنية الكردية حاجي بلال المعروف بخالو في إحدى مشافي مدينة هولير عاصمة إقليم كردستان بعد صراع مع المرض. وكان الراحل حاجي بلال قد نقل الأحد من مدينة كوباني بكردستان سوريا إلى مشفى شار بهولير لتلقي العلاج، إلا أن المنية وافته بعد تدهور صحته. ونقل جثمانه إلى مسقط راسه في مدينة كوباني، حيث وري الثرى هناك بمشاركة العديد من الأهالي. بمناسبة عيد العمال العالمي، وجه الرئيس مسعود البارزاني رسالة التهنئة إلى عمال كردستان والعراق والعالم، هنأهم فيها بهذه المناسبة وتمنى لهم التوفيق. وجاء في نص الرسالة: بمناسبة الأول من آيار اليوم العالمي للعمال، نوجه أحلى التهاني إلى عمال كردستان والعراق والعالم، ونتمنى لهم حياة سعيدة بعيدة عن الاضطهاد، ونشكر جهودهم. أطلقت الفصائل المسلحة في مدينة عفرين بكردستان سوريا سراح حسين إيبش رئيس المجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي وعضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا في مدينة عفرين. وكان إيبش قد اختطف في 31 من شهر آذار المنصرم. أقدمت مجموعة مسلحة من البادي على اختطاف طفلة في الصف الخامس الابتدائي في مدينة ديريك بكردستان سوريا. زاغروس محمد أمين ميرزا 11 عاما اختطفت منذ أيام في مدينة ديريك،
وبعد البحث والتحقيق تبين أن البيادة هم من أقدموا على اختطافها. وناشد ذوي الطفلة المنظمات الإنسانية والعالمية بالتدخل لإطلاق سراح الطفلة زاغروس. لاجئة كردية أبدعت في مجال الخدع البصرية ومحاكاة الإصابات الجسدية من جروح وكدمات مثير للدهشة والإعجاب. نور شيخ عمر الفتاة التي تنحدر من منطقة عفرين بكردستان سوريا شاركت في تصميم المكياج لأبطال العديد من الأفلام السينمائية الكردية والعربية والألمانية. بدأت مسيرتها في مجال الرسم على الوجوه ومشاهدة أفلام الرعب. نور شيخ عمر أرسلت مقطعا خاصا إلى آرك تتحدث فيه عن مسيرتها والصعوبات التي تتعرض لها. يسعد لي أوقاتكم، بتشكركم كتير على استضافتكم معي على إذاعتكم إذاعة آرك تي في. أنا نور شيخ عمر من منطقة عفرين، ساكنة بألمانيا من 4 سنين، عمري 18 سنة، من ضيعة شيخ حديد بنت يوسف شيخسان، من مواليد حلب مواليد 2000. كنت بسوريا بدرس رسم، ومن الرسم طورت للمكياج، مكياج العادي، بس شفت انه المكياج العادي مو هي، انه ما له مهنة اني ارفع راس بلدي فيها، مهنة طبيعية عادية جدا. حبيت من المكياج العادي اطور حالي للمكياج السينمائي. انا عملت بحث على ثقافتنا الكردية ومجتمعنا الكردي، شفت انه المكياج السينمائي نسبته كتير قليلة، يعني ما في بنت او شاب كردي محترف مكياج سينمائي. وانا بحب هاي المهنة من زمان كتير، بس كان بسوريا ما عندي مجال وما كان عندي وقت ادرس وانه اعمل هاي المهنة. بسوريا ما كان في مجال ادرس هاي المهنة او اتعلمها. جيت لهون على المانيا، صرت اتفرج كتير على افلام الاكشن، افلام الحرب، افلام الرعب، وكنت اسأل حالي انه هذا المكياج السينمائي كيف عم يصير، كيف عم يعملوه. يعني حبيت المهنة ولسه ما كنت بشتغل فيها، كتير حبيت ادرسها، شفتها كتير مهنة مميزة، وأخص إنه مجتمعنا الكردي نسبتها كتير قليلة، فحبيت إنه أنا أكون هي أول بنت عفرينية عندها هي المهنة. يمكن يكون في ناس أكراد عندهم هاي المهنة ما بعرفهم، أنا ما تعرفت عليهم، بس إنه إنه البحث اللي أنا عملته والأسئلة اللي أنا سألتها ما لقيت حدا. أنا هون بألمانيا من 4 سنين، ومن شي 2 حبيت طور هذا الشي. صرت اشتغل بجروح بسيطة، يعني او بلشت من الصفر، بلشت بجرح ايد، جرح رجل، يعني شغلات كتير بسيطة. وهون بألمانيا المواد جدا غالية، ما فيني انا اشتريها وأمنها عندي، فعملت كل المواد عندي بالبيت ولحالي من دون مساعدة اي حدا. وهون بألمانيا بشتغل بالأفلام وبالمسرح وبالعروضات بالمهرجانات. اشتغلت بأفلام، اشتغلت فيلم عربي وفيلم ألماني، ولسه في أفلام جاية على الطريق كتير. وبشتغل بالمسرح، في هون مخرج اسمه زرتشت كال، بشتغل معه بالمسرح، هو ممثل مسرحي ومخرج، بيعمل كل فترة مسارح وبحط اسمي إنه أنا أعمل مكياج معه، فبساعده كتير بهالشي. وهون بهانوفر عملت عرض خاص فيني اسمه عرض هاوس اوف ماني. عملت هو العرض كان بيحكي عن العنف اللغوي، وانا حبيت اطور الفكره شوي، فعملت من العنف اللغوي صرت احكي عن العنف الجسدي وعنف الاكتئاب، العنصريه، عن كافه انواع العنف. ومن خلال الصور يعني جبت عالم مكياجتهم كيف بيكونوا معنفين جسديا، معنويا، كل شيء، وصورتهم، وبهالصور عملت فيهم معرض، والحمد لله كان المعرض كتير حلو. وبحب فرجي كل الناس انه نحن هون الاكراد باوروبا عم نعمل شي، عم نقدم شي للناس، عم نشتغل، عم ندرس. هذا الشي كتير بخليني مبسوطة. وبحب انه اي شاب كردي، اي بنت كردية هون باوروبا يقدموا شي، انه يطالعوا مواهبهم يقدموه للناس، كل الناس تعرف نحن هون الكرد عم نعمل شي يعني. وبحب بالاخر اتشكر اذاعة آرك تي في على الاستضافة الحلوة، وبحب اتشكرهم كتير على اهتمامهم بهالجيل، باهتمام مواهبنا تظهر لكل الناس. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى ختام حصاد لهذا الأسبوع، حتى الأسبوع المقبل دمتم بألف خير.